في الحقيقة طرق كتير ممكن تساعدك في تسويق وبيع الخدمة الهاي تيكت. على سبيل المثال ممكن انك تعمل ويبينار او بث مباشر لمدة يوم او 3 ايام. ممكن انك تعمل جلسة استشارية مجانية تبعت الناس ليها وبعد كده تبيع لهم واحد لواحد. ممكن تعمل ميني كورس الناس تدفع لك فلوس وبعد الميني كورس يحجزوا جلسة معاك وبعد كده تبيع لهم. ممكن تعمل ميني كورس واثناء الميني كورس تبيع لهم بداخل الميني كورس كأنه بث مباشر او ماستر كلاس. ففي استراتيجيات كتير بتساعدك تحقق الهدف ده، بس كلمة السر هنا هي انت كمدرب انت متعود على ايه او انت مرتاح لايه اكتر. لان انا مش هينفع اقول ان استراتيجية زي البث المباشر وحشة لمجرد ان مدرب كاريزمته ضعيفة او حضوره ضعيف قدام الجمهور او ما بيعرفش ان هو يعمل بريزنتيشن، وبالتبعية بتكون مبيعاته ضعيفة في الآخر. الموضوع ساعتها بيكون محتاج تدريب وإتقان عشان يقدر يحقق الهدف منه. نفس الكلام في المكالمة الواحد لواحد. بعض الناس ممكن تبقى بتخاف من البيع واحد لواحد، فساعتها مش هينفع نقول ان البيع واحد لواحد مش شغال. فالفكرة كلها انت هتفضل تحاول قد ايه لحد ما تتقن المهارة اللي تخليك بعد كده تقدر تبيع الحاجة الهاي تيكت. الحاجة الهاي تيكت اللي انت هتبيعها دي هتيجي نتيجة لإتقان مجموعة من المهارات بتيجي قبل ما تقدر تبيعها.